معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضيه راعي الحفل، معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، كل العالم يسمع باسم عمان. ضيفنا المقبل رئيس الاتحاد العماني لكره القدم السيد خالد بن حمد البوسعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا مصطفى. مساء الخير. اولا معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضيه مقر راعي هذه الامسيه، معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الرحبي رئيس الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، اصحاب السعاده، الساده الكرام، الشيوخ الافاضل، ضيوفنا في هذه الامسيه، زملائي اعضاء مجلس اداره الاتحاد العماني لكره القدم، الامين العام للاتحاد، الاخوه الشيوخ والافاضل رؤساء الانديه وممثلوها، الاخوه والاخوات ممثلي وسائل الاعلام، كابتن بولغويل والطاقم الفني للمنتخب الوطني الاول والاطقم الفنيه الاخرى المنتخبات الوطنيه الحاضره، كل الحضور الكريم، اجمل التحايا واطيبها لكم في هذا المساء الذي يشرفني باسمي شخصيا ونيابه عن اسره كره القدم العمانيه ان ارحب بكم فيه، واقول ان هذه الامسيه ما هي إلا وقفة متجددة مع تاريخ الرياضة العمانية ومع كرة القدم العمانية للانطلاق بإذن الله نحو آفاق أرحب وأوسع، من أجل أن نحقق جميعا طموحات وآمال الرياضيين في بلدنا الحبيب ومحبي كرة القدم على وجه الخصوص. عندما تدشن أي مؤسسة شعارا جديدا، إنما ذلك يكون بمثابة ترجمة لمرحلة ما انتهت وتطلع لمرحلة جديدة آتية بإذن الله تعالى. إن الشعار الجديد للاتحاد لم يخرج كثيرا عن الشعار القديم فيما يحمله من مضامين ومعاني، ولكنه أتى بحلة جديدة ترمز إلى الديناميكية، التجديد، وإلى الطموح لنيل الألقاب بإذن الله تعالى. وله من شرف عظيم لأسرة كرة القدم العمانية